يا ترى إيه حكاية أحمد وإيه حكاية آدم؟ في حي بسيط من أحياء القاهرة في حضانة صغير مليانة ضحك ولعب وألوان، بس وسط الضحك ده في صوتين غايبين، صوت أحمد وصوت آدم. دي صورة أحمد ودي صورة آدم، اتنين أولاد كل واحد فيهم شايف الدنيا بطريقة مختلفة، وكل واحد بيقول أنا هنا بس بلغته الخاصة. يا ترى إيه حكاية أحمد وإيه حكاية آدم؟ الحكاية دي لازم نعرفها، لأن ابنك ممكن يكون زي أحمد وابنك ممكن يكون زي آدم. أحمد الهادي اللي دايما ساكت، آدم اللي عايش جوه العالم بتاعه الخاص. قصتهم مش بس قصة أطفال، دي قصة آلاف الأسر اللي محتارة ومش عارفة تبدأ منين. أمه بتنادي عليه يا أحمد تعالى ناكل، يبص ويرجع للعبة من غير ولا كلمة. تحاول تحكي معاه يرد بكلمة ناقصة أو يسكت. أبوه يرجع من الشغل يقول له تعال هات حضن، يبتسم بس الكلمة مش طالعة منه. أما آدم بقى فحكايته مختلفة، ما بيلعبش مع الأطفال، بيحب يقعد لوحده، وعنده لعبة فيها عربيات بيقعد يرص العربيات بدقة غريبة وهو مركز تماما في اللعبة بتاعته. أمه بتحاول تضحك بس هو عايش في عالم خاص، تندهله ما يبصش أو ممكن يرفرف بإيده أو يلف حوالين نفسه. أحمد بقى وآدم دول أطفال طبيعيين ولا لأ؟ وإن كانوا مش طبيعيين، هو إيه التشخيص اللي عندهم؟ وهل اللي عندهم ده مرتبط بحاجة حصلت أثناء الحمل أو الولادة أو حتى بعد الولادة؟ تعالوا نعرف الإجابات عن الأسئلة دي، ولازم تركزوا قوي في تفاصيل الأحداث اللي حصلت لأحمد والآدم، أولا عشان تستفيدوا، وثانيا ده ممكن يكون ابنك أو بنتك. في اللحظة دي قلب كل أب وأم بيقف، لأن أول فكرة بتيجي في دماغهم الأب والأم، يعني هو أنا السبب ولا ده عيب في التربية؟ بس الحقيقة لأ، مش كل طفل متأخر في الكلام يبقى طفل بتدلع، ومش كل طفل مش بيسمع كلامك يبقى عنيد. ساعات الموضوع بيبقى أعمق من كده بكتير. الحقيقة إن بابا أحمد ومامته، ونفس الشيء بابا آدم ومامته، ما كدبوش خبر وما استكبروش وما عندوش وما قالوش لا 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 أنا ابني سليم. بالعكس، كل أسرة فيهم راحوا لواحد من المراكز المتخصصة عشان يعملوا تقييم شامل لابنهم، جلسة تقييم نفسي سلوكي بيتعمل فيها اختبارات للطفل عشان يوصلوا للمشكلة اللي عنده ده، إذا كان عنده مشكلة. بعد ما اتعملت جلسة التقييم واتعملت الاختبارات للطفل، التشخيص كان كالآتي: أحمد عنده تأخر في الإدراك والكلام، يعني الكلام مش طالع والجمل مش مترتبة والفهم عنده متأخر سنة. آدم بقى عنده سمات التوحد، يعني مش بيتواصل زي باقي الأطفال عادي، ما بيردش على اسمه، ما بيبصش في عين اللي بيكلمه، بيكرر نفس الحركات. الاتنين على فكرة مش عيب تربية، الاتنين محتاجين تقييم وتدخل علمي، والأعراض اللي عندهم موجود عند أطفال شبهها كتير، بس مش كل الأطفال دول عندهم تأخر في الكلام والإدراك زي أحمد، ولا عندهم سمات التوحد زي آدم. وهنا يجي دور التشخيص الطبي السليم. تاني بكررها، التشخيص الطبي السليم، لأن مفيش تشخيص من أول نظرة. في حب من أول نظرة لكن مفيش تشخيص من أول نظرة. آدم اتعمل له اختبار اسمه شات، ده بقى بيكشف احتمالية وجود سمات التوحد. أحمد بقى اتعمل له اختبارات سمع ومخارج الكلام واختبارات استيعاب. وتاني مهم جدا جدا نفهم، مش كل طفل اتأخر في الكلام يبقى متوحد، ولا كل طفل متوحد مش هيتكلم. واللي بيفصل ما بين ده وده زي ما قلت التشخيص الطبي السليم. طب هو ايه اللي حصل لأحمد وآدم من الأول أصلا؟ الموضوع ده بدأ من بدري ومن بدري جدا كمان. أنا بقصد طبعا قصة
تأخر الإدراك والكلام أو قصة سمات التوحد. ده لما تحصل أحداث أثناء الولادة أو بعد الولادة أو حتى أثناء الحمل. طب إيه هي نماذج أو صور للأحداث دي؟ أحداث وقت الولادة، لو حصل تعثر للولادة أو نقص الأكسجين اللي وصل للبيبي، أو بعد الولادة لو حصل صفرة شديدة، أو أثناء الحمل زي فيروس CMV والحصبة الألماني ونقص حمض الفوليك، أو حتى التوتر النفسي لأنه بيرفع من نسبة الكورتيزول. دي كلها أحداث واردة جدا إنها تحصل سواء أثناء الولادة أو بعدها أو حتى أثناء الحمل، وبالتالي إصابات الأطفال بتأخر الإدراك والكلام أو بسمات التوحد مش حاجة نادرة. يعني الأم والأب مش مقصرين ومش هم السبب، دي أسباب طبية حقيقية لازم نعرفها عشان نصلح تأثيراتها. طب إمتى الأب والأم لازم يتحركوا؟ لو ابنهم زي أحمد عنده 1.5 سنة وما قالش ولا كلمة واحدة، عنده 2 سنين وما كونش جملة كاملة من 3 كلمات، ما بيعبرش لا بالكلمة ولا بالإشارة، يبقى لازم نبدأ جلسات تخاطب فورا. طب لو ابنهم زي آدم ما بيردش على اسمه وما بياخدش باله وهو عنده 1.5 سنة، ما بيقولش كلمتين على بعض وهو عنده 2 سنتين، ما بيلعبش مع الأطفال وبيعمل حركات غريبة، لازم نتحرك فورا لأن كل شهر بيفرق. طب يا دكتور انت قلت لنا الأعراض، الأسباب، التشخيص، العلاج بقى عاوزين نعرف العلاج. الأطفال دول بيستفيدوا جدا جدا من أنماط مختلفة من العلاج. العلاج مش عبارة عن حقن ولا أدوية، العلاج يعني جلسات تخاطب، جلسات تنمية الإدراك باللعب والتفاعل، جلسات علاج سلوكي اسمها ABA، وكمان تدريب في البيت عن طريق الأم والأب اللي المفروض يتكلموا معاه ويقولوا له، ما يعتمدوش على الإشارة أو الموبايل، التابلت. وما أدراكم ما التابلت، والمقولة الشهيرة بتقول البيت هو المكان والمعمل الطبيعي للتقدم. طب إيه دور الأب والأم بقى؟ يا أبو أحمد يا أم آدم، ما تلوموش نفسكم ولا تلوموا بعض، اللوم مش علاج، الوعي، الاهتمام، الاستمرارية هما الحل. وزي ما بيقولوا الأم مدرسة والأب هو الظهر، وجود الأب في الجلسة أحيانا بيفرق في علاج الطفل أكتر من العلاج نفسه. ويا كل أم يا كل أب، ما تخافوش من التشخيص، خافوا من التأخير، خليكي أول حد يسمع ابنك مش أول حد يزعق له. ودي كانت قصة أحمد وقصة آدم، ودمتم سالمين.